بقى ترند دلوقتي انك تطلع لايف وناس تبعت لك هدايا، اسد وحوت ويخت وسفينه. بس السؤال، دي مجرد تسليه ولا في لعبه اكبر ورا الكواليس؟ احنا مش بنتكلم عن لايف وخلاص، احنا بنتكلم عن ملايين بتضخ يوميا. يعني في شبهات غسيل اموال ومحتوى هابط، مش فن ولا ترفيه. تطبيقات البث المباشر كانها سوق، فلوس طالعه داخله وهدايا لها قيمة حقيقية بالدولار. يعني لما تلاقي حد بيلم ملايين من اللايفات، ما تفتكرش ان دي مجرد لعبة. الفلوس دي بتتسحب كاش وبتدخل حسابات ناس كتير، وكمان في ناس بتربط حساباتها باسماء ناس تانية علشان تهرب من الحسابات او من الضرائب او من المساءلة. والنتيجة شبهات غسيل اموال، تمويلات مشبوهة، تجارة مخدرات، او حتى تمويل ارهاب. والدولة بدأت تحقق وتتحرك. والمشكلة مش في الفلوس وبس، المشكلة في نوعية المحتوى. بنات واولاد طالعين يعملوا اي حاجه علشان يزودوا المشاهدات، رقص، كلام خارج وفاضح، والهدف بس الهدايا. جيل كامل من الشباب بقى شايف ان الشهره بتيجي من لايف سخيف، مش من تعليم ولا شغل ولا حتى اجتهاد. يعني بدل ما يبقى عندنا دكاتره ومهندسين ومبدعين، بقينا نشوف ناس بتبيع نفسها علشان شويه هدايا على الشاشه. الدوله مش ساكته، في تحقيقات وفي قضايا اتفتحت وناس اتقبض عليها بتهمه غسيل اموال وانتهاك اداب. وده خطر مش بس على الاقتصاد، ده خطر على القيم نفسها، خطر على صورة الأسرة المصرية وعلى مستقبل جيل كامل. والموضوع مش هزار، أي حد فاكر إن اللايف ده لعبة لازم يفوق. المحتوى اللي بيتهان فيه المجتمع مش حرية، ده تهديد. والفلوس اللي بتيجي من ورا طرق مشبوهة مش رزق، ده وبال على صاحبها. والدور هنا دورنا كلنا، نكشف ونوعي ونقول لا للانحلال، لا لغسيل الأموال، ولا للي بيحاولوا يشتروا عقول أولادنا بالهدايا واللايفات. الهدايا اللي بتتشحن في اللايفات مش هزار، دي ملايين بتتغسل وتتبيض وتتسحب كاش. ورا الهدايا دي قصص اخطر بكتير، غسيل اموال وضياع قيم وتضليل شباب. الموضوع مش لايف وترفيه، ده قيم وفلوس وسمعة مجتمع. صوت الحق دورنا اننا نوعي ونكشف، ودورك انك تختار الصح وما تمشيش ورا الوهم. صوت الحق، استنونا في فيديو جديد.